بيبدأ المسلسل سنة 2009 في المستشفى، وتحديدا في العناية المركزة مع الدكتور أردوغان، وهو بيبلغ عيلته إن ابن أخوه كمال دخل في غيبوبة، وبيتصدم الكل ساعتها وبيكونوا حزينين جدا. وبنرجع بالزمن ليوم واحد، ووقتها بيكون كمال بيجهز كاميرا الفيديو اللي هيصور بيها عيد ميلاد كرم ابنه، وبتدخل عليه ريحان مراته وبتاخد منه الكاميرا عشان تصور بيها، وبتتكلم في الفيديو لابنها عشان لما يكبر يبقى يتفرج على عيد ميلاده، وبتصور العيلة كلها وهم متجمعين، وبياخد منها فدات الكاميرا واللي بيبقى شريك كمال في الشغل وأقرب صديق ليه، وبيصور عيد الميلاد اول ما بيبدا. وبالليل بيكون كمال نايم على الكنبه جنب ابنه اكرم، وبتنضم لهم ريحان هي كمان وبتنام جنبهم. وبعدها بشويه بيقلق كمال من النوم وبيقول لريحان انه يروح للشركه بتاعته عشان نسي اللابتوب بتاعه هناك. ولما بيوصل للشركه ما بيكونش فيها اي حد غير موظف الامن بس، وبيدخل لمكتبه وبيقعد فيه. وفي نفس الوقت ده بيكون توران اخو كمال في عربيته قدام الشركه، وبيغطي وشه وبينزل من العربيه وهو معاه جاز، وبيغرق المصنع كله بيه. وساعتها بيجيله تليفون من شخص مجهول، وبنفهم وقتها انه بيحرق المصنع بامر من حد عشان عنده ديون كتيره مش عارف يسددها، وعايز ياخد فلوس التامين اللي هتجيله بعد حرق المصنع. واثناء ما توران بيفصل الكهرباء وبيولع في الشركه، بيكون كمال في الاسانسير واتحبس فيه بسبب قطع الكهرباء. وفجاه بيسمع صوت جرس انذار الحريق، فبيحاول ساعتها انه يكسر باب الاسانسير، لكنه بيلاقي الدخان اتسرب للاسانسير وما بيقدرش وقتها يتنفس وبيتخنق. وبعدها بيجي لريحان تليفون من الشرطه وبيبلغوها فيه ان المصنع اتحرق وكمال جواه، فبتتصدم وقتها صدمه كبيره وبتنهار وبتفضل تصرخ وتعيط. ولما بيوصل الخبر لتوران هو كمان بيتصدم لانه ما كانش يعرف ان اخوه كان في المصنع، وكان فاكر ان المصنع فاضي وما فيهوش حد، وبينهار بسبب اللي عمله وان هو السبب في اللي حصل لاخوه. وبعد 10 سنين بنشوف ريحان وهي بتزور كمال في المستشفى، وبنعرف انها فضلت مستمره في زيارته كل يوم لمده ال10 سنين، لان كمال ما كانش مجرد زوجه بس ولكنه كان حبها الاول والاخير. وبتتكلم معاه ساعتها وبتقوله انه وحشها ونفسها تسمع صوته تاني، وبتمسك ايده في الوقت ده وبتحضنه وبتقرب من ودنه وبتطلب منه يفوق ويرجع لها تاني. وبتاخد بعدها كيس المخده اللي نايم عليه كمال عشان تاخده معاها البيت وتفضل شم ريحته وتحس وكأن كمال موجود ونايم جنبها. وتاني يوم بتوصل للمستشفى الممرضه اسيا، واللي بنعرف انها فضلت تهتم بكمال 10 سنين وكأنه صحي وسامعها وحاسس بيها، وبتخرجه للشمس وبتشغله افلام وبتحط له السماعات في ودانه وكمان عشان تسمعه اغاني. وبالليل بتشغل فيلم وبتقعد جنب كمال عشان تتفرج عليه معاه وبتتناقش معاه عن الفيلم وكأنه سامعها. ولما بتخلص الشيفت بتاعها بترجع لبيتها، وبنعرف انها متجوزه وعندها بنت صغيره اسمها ايلول. وفي يوم من الايام واسيا في المستشفى بتلاحظ ان كمال بيتحرك وبدأ يستجيب للعلاج، وده معناه انه ممكن يفوق خلاص من الغيبوبه. وبيكون ساعتها كمال سامع صوتها وحاسس بيها، فبتجري اسيا بسرعه لرئيس الاطباء عشان تبلغه اللي حصل، وبيروح معاه عند كمال عشان يكشف عليه ويعرف هل فعلا بيتحسن ولا لا. وبيقول لاسيا تجهزه عشان لازم يعملوا له تحاليل وفحوصات، وبيطلب منها تهتم ببنتها الصغيره بدل ما هي مركزه مع المريض بالشكل ده. وبيبان عليه ضيق من اسيا، وبتكون اسيا وقتها مستغربه منه. وبعدها بيوصل فدات للمستشفى وبيقعد مع رئيس الاطباء واللي بيوريه نتيجه الاشاعات والفحوصات اللي عملوها لكمال، وانه ممكن في اي وقت يفوق من الغيبوبه، وده لان جسمه ودماغه بيستجيبوا للعلاج بشكل جيد. فبيتصدم فدات وبيبان عليه انه متضايق ومش عايز كمال يفوق من الغيبوبه، وبيقول للدكتور انه مش مستعد دلوقتي لظهور كمال في حياته تاني، لان في خلال ال10 سنين حاجات كتير اتغيرت وما عندوش استعداد يهد كل اللي بناه ووصل له عشان خاطر كمال هيفوق. وبيطلب منه يخلصه من الورطه دي ويخلي كمال مستمر في الغيبوبه وما يفوقش منها، لكن الدكتور بيكون رافض في البدايه وبيضطر يوافق عشان فدات بيهدده، وفي بينهم اسرار وشغل من تحت لتحت. وفي الوقت ده بتكون اسيا قاعده جنب كمال وبتعيط وهي حزينه جدا، وبعدها بتروح للحمام وبتكون شايله هم انها تقابل كمال وتحط عينيها في عينيه لما يفوق، وبتقرر انها لازم تمشي من المستشفى. وبعدها بيروح فدات لغرفه كمال قبل ما يمشي من المستشفى، وبيقعد جنبه وبيتكلم معاه وبيطلب منه ما يفوقش وما يرجعش تاني، لان وجودهم مع بعض في الحياه دلوقتي هيكون صعب. وبيعرفوا ان كلهم اعتبروه ميت، وبنفهم من كلامه ان محدش من اهل كمال بيزوره، ومحدش كمان يعرف بزيارات ريحان لكمال. وبيقول فدات لكمال قبل ما يمشي انه بيتمنى انه يموت، لان رجوعه للحياه تاني هيكون سبب في موت الكل. ووقتها بيكون رئيس الاطباء بيمضي على روشته فيها دواء جديد لكمال، وبيكون الدواء ده مهمته انه يخلي كمال في الغيبوبه وما يفوقش منها. وبيدي الروشته للممرض جوكهان عشان يبدا يدي الدواء لكمال. وفي الاثناء دي بتكون اسيا في اوضتها وبتلم حاجتها، وبعدها بتشوف فدات وهو خارج من عند كمال وبتستغرب جدا ساعتها، وده لان محدش من اهل كمال او معارفه زاره من سنين ومعتبرينه ميت. فبتدخل لكمال وبتتكلم معاه وبتعرفه ان خلاص كل معارفه وقرايبه وهيظهروا من تاني. وساعتها بيدخل جوكان بالدواء، فبتستغرب اسيا جدا انهم عايزين يدوا لكمال الدواء ده، لان لو كمال اخده هيفضل في الغيبوبه ومش هيفوق منها. فبيعرفها جوكان ان دي اوامر رئيس الاطباء، وبترد عليه اسيا وبتقول له انها هتاخد منه الدواء وهتديه لكمال بنفسها. فبيديها جوكان الدواء وبيمشي، وساعتها بترمي اسيا الدواء في الزباله وبتقرب من كمال وبتقول له انها تحميه من المكيده اللي بتدبر له ومش هتسمح لاي حد مهما كان
كمان يقرب او يأذيه. وبعدها بيتصل فيديت بتوران وبيطلب منه يتحرك دلوقتي حالا ويروح له الشركه. ولما بيوصل توران للشركه بيتصدم من اللي بيعرفه من فيديت، وهو ان كمال ممكن في اي لحظه يفوق من الغيبوبه. وبيسال فيديت ازاي كمال هيفوق من غير ما يكون فاقد للذاكره، وازاي هيتحرك ويمشي وهو بقاله 10 سنين نايم على السرير. فبيعرفوا كمال ان اردوغان كان بيعمل له كل يوم علاج طبيعي عشان لو فاق واتحرك، وده هيخلي العلاج الطبيعي سهل ومش هياخد وقت. وكل الدكاتره اللي كشفوا على كمال قالوا لهم ان نسبه قليله قوي اللي بيفوقوا من الغيبوبه فاقدين للذاكره، وده بيخلي توران ينهار اكتر لانه مش عارف ازاي هيواجه اخوه اللي حصل، وبيفكر يهرب ويسافر بره البلد لان كمال مستحيل يسامحه ويغفر له. ده غير ان خبر موت مامتهم هيدمر كمال لما يعرفوا. فبيحاول فيديت انه يهدي توران، وبيفكروا ان كل الدكاتره قالوا ان كمال يعتبر ميت وما ينفعش لما يفوق دلوقتي يحاسبهم على اي حاجه لان ما لهمش اي ذنب في اي شيء. فبيتصدم توران من كلامه وبيقول ان اخوه ممكن يقتله بسببه. وبعدها بيكون كمال بيحلم انه قاعد مع ريحان وكرم ابنه، وفجاه بيلاقوهم اختفوا، وبيفضل يدور عليهم وهو خايف، وبيلاقي مامته ظهرت وبتقوله ان ريحان وكرم ما بقوش موجودين في حياته. وفي نفس اللحظه دي بيفوق كمال وبيصحى من الغيبوبه، وبتكون جنبه ساعتها اسيا، وبتتصل اسيا بنزهات مرات اردوغان عشان تبلغها ان كمال فاق خلاص. فبتتصدم نزهات من الفرحه وبتبلغ اردوغان باللي عرفته، لكن للاسف اردوغان بيكون مريض بالزهايمر وبيقول كلام كتير متلخبط ومش مترتب. ولكن بتقدر نزهات تفهم منه ان في ملف ازرق في ارشيف المستشفى في العلاج اللازم لكمال. وبعدها بتروح نزهات للمستشفى وبتقابل اسيا، وبتعرفها اسيا ساعتها انها ما قالتش لاي حد ان كمال فاق. فبتستغرب نزهات وبتسالها عن السبب، وبتحكي لها اسيا وقتها عن اللي حصل وعن زياره فيديت المفاجاه، وان بعدها رئيس الاطباء امر باعطاء كمال دواء يخليه عايش في الغيبوبه وما يفوقش منها. فبتفهم نزهات ساعتها اللي بيحصل، وبتطلب من اسيا ما تقولش لاي حد تاني ان كمال فاق، وبتطلب منها تروح للارشيف وتجيب الملف الازرق بتاع اردوغان منه. وبعدها بتدخل نزهات لكمال عشان تشوفه وتطمن عليه، لكنه بيكون وقتها مش مستوعب لسه اللي بيحصل. وفي الوقت ده بتكون اسيا في الارشيف وبتشوف الملف الازرق وبتفتحه وبتقرا اللي مكتوب فيه، وبتلاقي اردوغان كاتب فيه البروتوكول الخاص بعلاج الاشخاص اللي فاقوا من الغيبوبه بعد سنين. وبترجع اسيا تاني لنزهات وبتقول لها انها لقت الملف ومكتوب فيه بروتوكول علاج المرضى اللي في الغيبوبه وازاي يتم التعامل معاهم بعد ما يفوقوا. فبتطلب منها نزهات انها تنفذ كل اللي في الملف على كمال وبدون ما حد يعرف انها بتعمل كده. وتاني يوم الصبح تروح اسيا تزور صاحبتها مهري وبتحكي لها ان كمال فاق. فبتتصدم مهري وقتها وبتعرفها انها لازم تبعد عنه. وفجاه بيجي راسيه زوج اسيا وبيزعلها عشان بنتها رجعت من المدرسه ومستنياها. فبتودع اسيا مهري وبتمشي مع راسيه. وبعدها بتكون اسيا في المستشفى وبتبدا تنفذ بروتوكول العلاج على كمال، وبيستجيب جسم كمال ساعتها للعلاج، وبتفرح اسيا جدا وقتها. وشويه بتبدا ذاكره كمال تكون مشوشه والاحداث اللي فاكرها داخله في بعض، وبيحس وقتها بصداع شديد. وبالليل بيروح كيهان لمطعم يقعد فيه مع تنار صاحبه، واول ما بيشوف فيديت في نفس المطعم بيتعصب جدا وبيفقد اعصابه. وبنعرف وقتها ان كيهان واحد من اعز اصدقاء كمال ومكتئب وحزين من ساعه اللي حصل لكمال. وبيحاول تنار انه يهديه عشان ما يروحش لفيديت ويتخانق معاه زي كل مره، لكن كيهان بيصر انه يروح لفيديت ويتكلم معاه، وبيسحب كرسي وبيقعد قدامه وبيقول له انه راجل منحط. وفي نفس اللحظه دي بيحاول تنار تاني انه يهدي كيهان لان هو وفيديت هيضربوا بعض، وبيبعدهم عن بعض وبيطلب من فيديت يمشي من المكان. فبيضطر فيديت انه يمشي عشان ما يحتكش هو وكيهان ببعض تاني. وبعدها بتكون اسي قاعده مع كمال وبتاكله، وبيطلب منها كمال ساعتها تجيب له مرايه عشان عايز يشوف نفسه. فبتجيب له اسيا المرايه وهي متردده لان كمال كبر في السن 10 سنين وهو لسه ما يعرفش عدى عليه وقت قد ايه في الغيبوبه. ولما بيشوف كمال شكله والشعر الابيض اللي في راسه بيتصدم جدا، وبيسال اسيا عن ريحان وليه مش بتيجي تزوره. فبتتوتر اسيا وقتها وبتكون مش عارفه ترد عليه وتقول له ايه، وبتاخد صينيه الاكل وبتقوم. وفي نفس اللحظه دي بيشوف كمال تاريخ السنه في النتيجه، فبيتصدم اكتر وبينهار، وبيحاول يقوم من على السرير لكنه بيقع على الارض. فبتجري عليه اسيا وبتساعده وبيسالها ازاي عدى 10 سنين وايه اللي حصل لمراته وابنه. وبتتصل اسيا بنزهات عشان تحكي لها اللي حصل وانهم مش هينفع يخبوا على كمال الوضع اللي هو فيه اكتر من كده لانه بدا يركز ويسال. وجات له صدمه لما عرف انهم بقوا في 2019 مش 2009. فبتطلب منها تجهز كمال عشان هتاخده لبيت البحيره وهتحكي له بنفسها كل حاجه. وبعدها بيطلب كمال من اسيا انها تساعده يحلق دقنه، فبتجيب له مكنه الحلاقه والمرايه، وبتكون خايفه جدا يعور نفسه، لكن كمال بيطمنها انه كويس وهيقدر يحلق لنفسه لوحده. وبعدها بيوصل كيهان للمستشفى عشان يزور كمال، وساعتها بيتفاجئ ان كمال فاق وبيجري عليه وبيحضنه وهو فرحان جدا وبيعيط من الفرحه ساعتها. لكن كمال ذاكرته بتبقى مشوشه ومش فاكر كيهان كويس، وكل اللي فاكره وعايزه هو انه يشوف ابنه ومراته. وبيكون منهار وقتها وبيتكلم، وبيحاول كيهان يهديه وبيطمنه انه هياخده لمراته وابنه. وبعد شويه بترجع اسيا لكمال عشان تاخده ويخرجوا ويروحوا يقابلوا نزهات، لكنها بتتفاجئ ان كمال مش في اوضته وبتعرف انه خرج مع كيهان. وبتتصل بنزهات في ساعتها عشان تبلغها اللي حصل. فبتتصدم نزهات وقتها وبتحاول تتصل بكيهان لكنه مش بيرد عليها. وبيوصل بعدها كيهان وكمال للبيت اللي قاعد فيه ريحان، وساعتها لما بتشوف ريحان كمال قدامها بتقف مصدومه ومذهوله، وبتكون مش مصدقه ان كمال فاق وواقف
واقف قدامها دلوقتي وفاكره نفسها بتتخيل او بتحلم، لكن كمال بيقول لها انه حقيقي وفاق خلاص. فبتقرب منه ريحان وبتلمس وشه وبتحضنه وهي منهاره وبتعيط. وفي نفس اللحظه دي بيتصدم كمال لما بيشوف صور ريحان وابنه مع فيديت، وبنفهم وقتها سبب زياره ريحان لكمال في السر، والسبب اللي مخلي كيهان كاره فيديت ومعتبره عدو. وبيبص لريحان وبيسالها ازاي عملت كده وازاي اتجوزت صاحب عمره اللي كان بيعتبره اخوه. وفي الوقت ده بيوصل فيديت وبيحاول يهدي كمال، لكن كمال بيهجم عليه وبيضربه. ساعتها بيخاف كرم جدا وبيجري على فيديت وهو بيعيط وبيقول يا بابا، وبيطلب منه يطرد الراجل الشرير اللي بيضربه من البيت. وفي اللحظه دي بيصدم كمال صدمه كبيره وبيفضل ساكت ومش عارف يتكلم. فبياخدوا كيهان وبيخرجوا بره البيت، ووقتها بتكون نزهة وصلت وبتساعد كيهان وبتسند معاه كمال، وبتاخده البيت اللي كان عايش فيه مع ريحان وابنه. وساعتها بيطلب كمال من كيهان ونزهة انهم يمشوا ويسيبوه في البيت لوحده، فبيضطروا ينفذوا اللي هو عايزه لان حالته النفسيه صعبه ومش قادر يتكلم. ولما بيدخل كمال البيت بيفضل يلف فيه وهو منهار، وبيفتكر كل ذكرياته في البيت مع ريحان وابنه كرم، وبيكون مش مستوعب ولا مصدق ان مراته وحب عمره اتجوزت اعز صديق ليه. وفي نفس الوقت ده بتكون ريحان منهاره من اللي حصل ومش عارفه هتتصرف ازاي وتعمل ايه. ووقتها بيكون نزهة وكيهان قاعدين سوا، وبتيجي اسراء بنت نزهة واردوغان وبتعرف اللي حصل وبتقلق جدا على ريحان، فبتقرر انها تروح لها عشان تطمن عليها. فبتلاقي ريحان ساعتها قاعده في وسط الصور بتاعتها هي وكمال وكرم، والليمون اللي بتقطفه اول ما يطلع من شجره الليمون اللي زرعتها هي وكمال مع بعض. وبتكون ريحان منهاره وبتعيط وبتقول لاسراء انها كانت خايفه من اليوم ده بالرغم من دعواتها كل يوم ان كمال يرجع تاني، لكن نظراته ليها النهارده كانت صعبه وصعب تنساها. وبيكون قلبها موجوع عشان ابنها كرم ما عرفش ابوه وجرح كمال وهو مش فاهم. وبتكون وقتها ريحان حاسه بالذنب الشديد، لكن اسراء بتهديها وبتفكرها انها ضحيه وملهاش ذنب في اي حاجه حصلت، وانها شاهده على الالم والوجع اللي عاشته طول السنين اللي فاتت. وبتعرفها ان كل شيء في الدنيا ليه حل، لكن ريحان بتكون شايفه ان مفيش حاجه هتتحل وان كمال مستحيل يسامحها على اللي حصل، ومش عارفه ازاي هتقدر تبص في عينيه تاني. فبتحضنها اسراء وبتطمنها لانها منهاره جدا. وفي نفس الوقت ده بيروح توران لكمال البيت بعد ما عرف اللي حصل، وبيحضنه وهو بيعيط وبيعتذر له عشان ما كانش بيزوره، وبيحكي له انه تعب ونهار كتير بسبب بعده عنه. وتاني يوم بتكون ريحان بتلبس وبتجهز وبتدخل على كرم اوضته وبتصحيه من النوم عشان المدرسه، وبتروح للمطبخ عشان تحضر له الفطار، وبتاخده بعدها وبيستنوا وصول الباص. ووقتها بيتكلم كرم مع مامته وبيقول لها ان باباه فيديت طمنه وفهمه مين الراجل اللي كان بيتخانق معاهم امبارح، وانه شريكه في الشغل وفي خلافات بينهم، لكنه ما فهمش السبب اللي كان مخليها بتعيط ومنهاره. فبتسكت ريحان وبتكون مش عارفه تقول ايه. وساعتها بيوصل باص المدرسه وبيركب كرم وبيمشي. فبتتكلم ريحان مع فيديت بعصبيه وبتقول له انها فهمت امبارح من عدم صدمته ان كمال فاق انه كان عارف انه هيفوق وخبى عليها وما قالهاش، وعشان كده كان بيزن عليهم انهم يسافروا. فبيرد عليها فيديت وبيقول لها انه مش مستعد يخسر العيله اللي عملها وانه كان خايف عليها هي وكرم، لكن ريحان مش بتقتنع كلامه. وفي نفس الوقت ده بتكون اسيا عند اردوغان وقاعده معاه وبتعرفه انها خلاص مهمتها انتهت زي ما طلب منها وانها خلاص لازم تمشي دلوقتي، لكن مش عارفه هتعمل ايه في السر اللي سابه معاها. وبنفهم وقتها ان اردوغان هو اللي طلب من اسيا تهتم بكمال وترعاه في المستشفى، وانها فضلت صاينه الامانه دي لحد ما كمال فاق. وبعدها وهي خارجه من بيت اردوغان بتلاقي ريحان وصلت وبتتكلم معاها وبتسالها ليه خبت ان كمال فاق. فبتعرفها ان ما كانش لازم حد يعرف ان ده هيحصل لان كان في مؤامره بتحصل في المستشفى وكانوا عايزين كمال يفضل في الغيبوبه. فبتشكرها ريحان على رعايتها لكمال طول الفتره دي. وبتروح بعدها ريحان لنزهة اللي بتقابلها وحش من على الباب وبتعرفها ان كمال في بيته ومش عندهم. فبتتضايق ريحان ساعتها لانها مش عايزه كمال يقعد في البيت لوحده بدون رعايه، وبتطلب من نزهة تحاول تقنعه يقعد معاها هي وعمه، لكن نزهة ساعتها بتقفل الباب في وش ريحان ومش بترد عليها. وفي نفس الوقت ده بيكون كمال واقف قدام شجره الليمون اللي زرعها مع ريحان وبيبص لها بحزن وبيفتكر اليوم اللي زرعوها فيه سوا. وفي الوقت ده بتكون ريحان وصلت لبيت كمال وبيكون معاها بنتها الصغيره بتول وبتسيبها وبتروح للجنينه. فبيشوفها كمال ساعتها وبيلعب معاها وبيسالها مين باباها ومامتها عشان لو تايهه. فبتقوله ان اسمها بتول ومامتها وباباها اسمهم ريحان وفيديت. فبيتصدم وقتها كمال اكتر وبيفضل قاعد لوحده حزين. وفجاه بيلاقي ريحان جات له فبيعرفها انه شاف بنتها من فيديت وبيكون وقتها مصدوم ومش مستوعب كل اللي بيحصل. وبيقول لريحان انها اكيد مش مراته وحبيبته اللي عرفها واتجوزها وانها اكيد شخص تاني. وبيكمل كلامه وبيقول لها انه مش مصدق ان ابنه بيقول كلمه بابا لحد تاني غيره. فبتطلب منه ريحان يسمعها ويسيبها تتكلم، لكن كمال بيعرفها انه مش شايفها لانه مش شايف قدامه ريحان تاني. وبيحكي لها عن الحلم اللي مامته جات له فيه وقالت له ان هي وابنه راحوا من حياته، وساعتها ما فهمش كلامها. وبيعرفها ان هي السبب في ان ابنه يقول بابا لشخص تاني غيره. ووقتها كلام كمال ده كله بيجرح ريحان جدا وبتطلب منها يفهمها ويرحمها. وبيسالها ازاي يوم ما اختارت تتجوز حد تاني اختارت صاحبه واخوه. فبتقوله انها عملت اللي اي ام مكانها كانت هتعمله لان ابنها كان محتاج لاب وايد تسانده. فبيتجاهل كمال ساعتها اي كلمه بتقولها وبيطلب منها تخرج بره بيته لانه مش عايز يشوفها. وبيعرفها انه هيقول لكرم على الحياه كلها وهيعرفه ان هو بابا الحقيقي، لكن
لكن ريحان بتحاول تمنعه يعمل كده لان ده هيضر كرم وهيصدمه، لان بقاله 10 سنين عايش مع واحد تاني وفاهم انه باباه. بس كمال بيصر على قراره وبيطلب من ريحان تاني انها تمشي من قدامه وما تجيش بيته تاني، لانها حرقت البيت وحرقت حبهم وحرقت عيلتهم. فبتتصدم ريحان من كلامه وبتتوجع اكتر وبتمشي وهي منهاره وحزينه. وفي نفس الوقت ده بتكون نزهات عند فيديت وبتتخانق معاه بسبب كل اللي حصل من 10 سنين، وانه خان للعيش والملح ولصداقته هو وكمال، وبتقوله ان كمال كان دايما بيقول عنه ان اخوه، وبتطلب منه يمشي من هنا ويسيب ريحان وكرم يرجعوا لبيتهم الحقيقي، لان كمال عمره ضاع وهو نايم على السرير، ودلوقتي من حقه يعيش اللي باقي من عمره مع ابنه ومراته، ده غير بيته وشركته اللي اخدهم برضه بوضع اليد. فبيسخر فيديت ساعتها من كلامها وبيعرفها ان البيت والشركه بتوعه، لان هو اللي شالهم وكبرهم ومش هيسيب ريحان وكرم لاي حد، لان هو اللي عاش مع كرم ورباه 10 سنين بحالهم. وبيحذر نزات ساعتها انها تتكلم معاه باسلوب مش كويس تاني، لانه ساكت بس عشان سنها، لكن ممكن يرد عليها ويزعلها لو فقد اعصابه وصبره. فبتسيبه نزهته وبتمشي. وبعدها بيقعد فيديت مع ريحان وبيسالها اتكلمت مع كمال في ايه، فبتعرفوا ان كمال بقى بيكرهها بسببه. فبيرد عليها وبيقول لها ان اللي عاشه كمال كان صعب جدا، لكنه مش ذنب حد عشان يلومهم، لانهم بالطبيعي يستمروا في الحياه ويعملوا عيله ويحافظوا عليها. فبتطلب منه ريحان ساعتها بعصبيه انه يسيبها لوحدها، وان كرم مسيره في يوم من الايام يعرف مين باباه الحقيقي، لكن فيديت بيعرفها انه يحمي كرم من كمال، لان مش ده الوقت المناسب اللي هيرجع يظهر فيه تاني، وبيحذرها انها تتصرف من دماغها. وفي نفس اللحظه دي بيروح كرم لبيت كمال، لان البيت بقى بتاع فيديت زي الشركه، وبيلاقي فيه كمال، والمره دي مش بيخاف منه وبيتكلم معاه، وبيعرفه ان اسمه كرم. فبيفرح كمال ساعتها شويه وان كرم بيتكلم معاه وهو مش خايف، وبيساله كرم ان كان متخانق مع باباه فيديت. وبيجي فيديت في الوقت ده وبيتضايق جدا لما بيشوف كرم بيتكلم مع كمال، وبياخده بسرعه عشان يمشوا، وبيتكلم مع كمال ساعتها على جنب لوحدهم، وبيحذروا انه يقرب من كرم او يقول له اي حاجه، لكن كمال بيعرفه ان ده ابنه وهيتعامل معاه بالطريقه اللي هو عايزها. وبعدها بيقعد فيديت مع كرم وبيعرفه انه مش هينفع يروح للبيت ده تاني. فبيسالوا كرم عن السبب واذا كان الشخص اللي اسمه كمال ده شخص سيء، فبيقولوا فيديت انه ممكن كمال يأذيه ولازم يكون بعيد عنه، وبيطلب منه يوعده انه يسمع كلامه. فبيوعده كرم ساعتها. وفي نفس اللحظه دي بتكون ريحان سامعه كل الحوار اللي دار بين فيديت وابنها كرم، وبتتضايق جدا وبتفتكر مساعده فيديت ليها ايام ما كان كرم تعبان وهو صغير، وانه كان بمثابه اب الكرم وقتها، وفضل جنبهم ومعاهم في كل اللحظات المهمه في حياتهم لحد ما كرم اتعود على وجوده وبقى يقول له يا بابا. وفي نفس الوقت ده بتكون اسيا معاها ورقه وبتحرقها، وبعدها بيتخانق معاها راسيه جوزها عشان سابت شغلها فجأة وما خدتش رأيه، خصوصا انهم محتاجين لفلوس شغلها جدا. فبتطلب منه اسيا وقتها انه يوطي صوته عشان بنتهم رجعت من المدرسة. وبيكون بعدها فيديت في عربيته مع السواق وخارج من بيته، وبيتفاجئوا بكمال واقف في نص الطريق. فبيطلب فيديت ساعتها من السواق انه يسوق بسرعة عشان يخوف كمال، لكن كمال بيفضل ثابت مكانه ومش بيتخاف ولا يتحرك لحد ما السواق بيضطر يقف بالعربية. وبينزل فيديت منها عشان يتكلم مع كمال، لكن كمال ساعتها بيهجم عليه وبيتخانق معاه عشان بيحاول يبعد ابنه عنه. وفي نفس الوقت ده بيوصل كيهان وبيكون معاه مسدس بيهدد بيه السواق عشان عايز يضرب نار على كمال، وبيكون كيهان وقتها عايز يقتل فيديت ويخلص منه، لكن كمال بيمنعه. وبعدها بيقعد كيهان مع كمال وبيسأله ليه منعه يقتل فيديت ويخلص منه، فبيعرفوا ان لسه وقته ما جاش وان ال10 سنين لازم يدفع ثمنهم غالي. وبيطلب من كيهان يمشي وهو يرتاح وهينام، وبيشكره على وقوفه جنبه وقتها. واول ما بيمشي كيهان بينهار كمال من الغضب وبيكسر كوبايه الميه اللي كانت في ايديه. وبعدها بيكون كمال قاعد بيفتكر ذكريات زمان ايام ما كان بيقعد هو وريحان وفيديت مع بعض. وقتها بتيجي نزهات عشان تقعد معاه وتطمن عليه، فبيسالها كمال في الوقت ده عن زوج فيديت وريحان وازاي ده حصل ومامته كانت فين وقتها. فبتقول انهم اتجوزوا بعد اللي حصل له ب3 سنين وما تعرفش اي حاجه عن سبب زواجهم، وان مامته ماتت قبل ما كل ده يحصل. ووقتها بيسال كمال نزهات ازاي قدر يقوم من الغيبوبه بعد 10 سنين وهو بصحته قادر يتحرك. فبتحكي له ساعتها عن اسيا اللي عمه اردوغان خلاها الممرضه الخاصه بتاعته وبقت بترعاه هو بس، ومواظبه على جلسات العلاج الطبيعي اللي كانت بتعملها له، وعشان كده لما فاق جسمه ما كانش متاثر بشكل كبير، وهي اللي منعت فيديت انه يأذيه في المستشفى. فبيستغرب كمال وقتها ان ليه ممرضه تكرس حياتها عشانه، وان اكيد في سر وراها، وبيكون عايز يعرف هي فين عشان يتكلم معاها. وفي المستشفى بيتفاجئ رئيس الاطباء ان فيديت في مكتبه وقاعد على كرسي، وبيكون ساعتها فيديت متضايق جدا منه لانه ما نفذش اتفاقهم مع بعض وساب كمال يفوق من الغيبوبه. بيحكي له رئيس الاطباء ان اسيا الممرضه هي السبب لانها خدت الدواء ورمته في الزباله عشان تسيب كمال يفوق. فبيستغرب فيديت ساعتها وبيساله عن السبب اللي يخلي الممرضه تعمل كده، لكن رئيس الاطباء ما بيكونش عنده اجابه. ولما بيطلب فيديت يقابل اسيا بيتصدم لما بيعرف انها استقالت ومشيت، وبيتعصب على رئيس الاطباء وبيهدده ان السر اللي ما بينهم لو اتكشف هيقع معاه. وبعدها بيقدر فيديت يوصل لبيت اسيا، وبتتفاجئ جدا لما بتلاقيه بيخبط عليها الباب. وبيقعد فيديت مع راسيه شويه لحد ما تجهز لهم القهوه، وبيحاول فيديت وقتها يغري راسيه بالفلوس، وبيطلب منه يسيبه ويقعد مع اسيا لوحدهم عشان محتاجها في موضوع مهم. ولما بيقعد فيديت مع اسيا بيعرفها انه عارف انها عارفه السر بتاعه، واكيد كمال هيدور عليها عشان يشكرها على ال10 سنين اللي قعدت فيهم جنبه. فبتقوله اسيا ان عندها بيت واسره ومش حابه تدخل في مواضيع من النوع ده، وساعتها بتدخل ايلول بنت اسيا عليهم. فبيقول فيديت لاسيا وراسيه انه هيديهم فلوس ويتكفل بمصاريفهم، لانه قرر يخلي الشركه بتاعته تساعد
تساعدهم. فبتفهم وقتها اسيا ان فيديت مش هيسيبها في حالها وبتخاف جدا على بنتها في الوقت ده. ووقتها بيكون كمال في الحمام وبيغسل وشه، لكن ذكرياته مع ريحان بتكون لسه مأثرة عليه. ووقتها بيكون توران قاعد مع ريحان وبيتكلم معاها بخصوص انه عايز يخلص من تأنيب ضميره وعايز يحكي لكمال كل اللي حصل، لكن الدين اللي بينه وبين فيديت منعه، ولو قرب من اخوه فيديت هيبهدله. وبيطلب منها تساعده ساعتها وانها تخلي فيديت يسيبه ويكون جنب اخوه. فبتوافق ريحان عشان مش عايزه كمال يكون وحيد من غير ما يكون في حد جنبه، بالرغم من ضيقتها ان محدش بيفكر يحكي لكمال عن المعاناه اللي عانتها. وفي الاثناء دي بيتصل كمال بكيهان وبيطلب منه يدور على الممرضه اسيا اللي كانت بترعاه. وبعدها بيكون فيديت قاعد في الشركه مع رجل اعمال اسمه ابراهيم. ووقتها بيكون ابراهيم قلقان من رجوع فيديت وانه ممكن يرجع يكون منافس ليه في السوق تاني، لكن فيديت ساعتها بيطمنه وبيعرف ان توران اخو كمال تحت ايديه وبيطلب منه يهدى وهو هيحل كل حاجه. وفي الوقت ده بيجي توران وبيسلم على ابراهيم، ولما بيمشي ابراهيم بيتكلم توران مع فيديت بخصوص علاقته باخوه وانه لازم يكون جنبه ومعاه لانه مش مرتاح نفسيا واخوه كده. فبيضحك فيديت وقتها بسخريه وبيقول انه متاكد انه كان مع ريحان قبل ما يجيله. فبيستغرب توران ازاي فيديت عرف حاجه زي دي، وساعتها فيديت بيهدد توران بالديون اللي عليه وان الناس اللي هو مديون لهم بيسالوا عنه كل يوم. فبيرد عليه توران وبيقول انه لو يقصد هيرام فهو هيتكلم معاه بنفسه. وبيقرر توران ساعتها انه يكون جنب اخوه وما يخافش من تهديدات فيديت ليه، وبيسيبه وبيمشي. ووقتها بيتصل فيديت بواحد من رجالته وبيطلب منه انه يراقب له بيت توران لحظه بلحظه ويعرفه بكل شخص بيدخل وبيخرج من عنده. وبعدها بتكون اسيا عند صاحبتها مهري وبتحكي لها عن فيديت واللي قاله لها وانه هددها بالاسرار اللي هي عارفاها. فبتتصدم ساعتها مهري وبتقول لاسيا ان السر لو ظهر الموضوع مش هيكون سهل عليها، وبتنصحها انها تبعد عنهم كلهم وخصوصا كمال لانها مش تقدر تخبي عنه السر وهتقول له وساعتها هتحط نفسها في مشاكل. فبتستغرب اسيا ليه مهري متاكده انها تقع بلسانها قدام كمال. فبتضحك مهري وبتعرفها انها فاهماها وعارفه قد ايه متعلقه بكمال. وبنكتشف وقتها ان مهري كانت على علاقه باردوغان عم كمال وفضلت كتير مستنيه يطلق مراته ويرجع لها. فبتعرفها اسيا ان اردوغان حاليا بيعاني من الزهايمر ومش فاكر اي حاجه. وفي الوقت ده بيروح كمال لنزهات عشان يطلب منها تديله شويه فلوس عشان عايز يخرج لكن مش معاه فلوس. فبتقول له نزهات انه ما ينفعش يخرج لوحده وبتطلب منه يدخل يقعد ويستناها تجيب له فلوس. وساعتها بيقعد كمال مع عمه اردوغان اللي بيكتشف انه مش فاكره ولا عارفه بسبب مرض الزهايمر، لكن اردوغان بيفضل يتكلم ويقول كلام كتير مش مفهوم، منه ان هو السبب في حزن ريحان واللي حصل لها، ومنه ان فيديت شيطان وشرير. ووقتها نزهات بتقول لكمال ان اردوغان طول الوقت بيقول كلام كتير زي ده مش مفهوم، اكيد في سر كان مخبيه ومش قادر ينساه ومأثر عليه دلوقتي بسبب مرضه. وفي الوقت ده بيكون فيديت في معرض عربيات وصاحب المعرض صديقه من زمان، ولما بيشوف شكله ونظراته بيفهم ان في حاجه بيفكر فيها وناوي على الشر. وبعدها بيتصل توران ببنت اسمها مريم واللي بنعرف انها صاحبه هيرام وحبيبته، وبيكون توران عايز يقابلها فبتعرفه انها تحاول تقابله من غير ما حد ياخد باله او يشوفها. وفي نفس اللحظه دي بيكون هيرام مش مرتاح لمريم وشاكك فيها، وبعدها بشويه بيبلغ موظفين امن المصنع توران ان كمال اخوه جه، فبيستغرب توران ساعتها. وفي الاثناء دي بيكون كمال واقف قدام المصنع وبيفتكر وقتها حادثه الحريق واللي حصل له، وبيفوق من ذكرياته على صوت محمد حارس المصنع اللي بيفرح جدا انه شايفه قدامه تاني بعد السنين دي كلها. وبيعرف منه ان ارض المصنع معروضه للبيع، وبيعرفه انهم زي ما سرقوا منه شركته هيدمروا المصنع وهيبيعوا الارض. وفي نفس الوقت ده بيوصل توران وبيقعد مع كمال، وساعتها بيساله كمال عن سبب عرض ارض المصنع للبيع وليه ما حد صلحه من بعد الحريقه، وازاي سهل عليه التفريط في المكان اللي ابوهم بناه من الصفر وتعب فيه. فبيرد عليه توران وبيقول ان فيديت هو اللي قرر يبيع ارض المصنع بعد ما استحوذ على كل شيء، وبيطمن كمال انه معاه في صفه، ولو رفض بيع ارض المصنع هيرفض هو كمان لان كل اللي عايزه دلوقتي هو انه يشوف الضحكه بترجع لوشه من تاني زي زمان. وبيودع وقتها اخوه بيمشي، وفي نفس اللحظه دي بيجي تليفون لكمال من كيهان وبيعرفوا ان اسيا الممرضه اللي بيدور عليها سابت المستشفى واستقالت. فبيستغرب كمال جدا وقتها. وفي الوقت ده لما بترجع ريحان لبيتها بيستقبلها كرم وبتول، ووقتها بيحكي لها كرم ان باباه فيديت قال له يبعد عن كمال لانه شخص شرير وهيأذيه. فبتضايق ريحان جدا وبتقرر انها تقول لكرم انه ما يسمعش كلام فيديت ويحكم على كمال بنفسه لانه شخص كويس وهيحبه لو قرب منه، وبتطمنه انه مستحيل يأذيه عشان ما يخافش منه. وبيتصل توران بفيديت عشان يعرفوا ان كمال مش ناوي يسيبه ويبيع ارض المصنع. فبيتضايق فيديت ساعتها وبيقفل المكالمه في وش توران. ووقتها بيكون كمال راح المستشفى بتاعت عمه اللي كان فيها وبيسأل عن اسيا عشان عايز يعرف سابت الشغل ليه. فبتقول له زميلتها انها ما تعرفش، وفجأة اتفاجئوا انها مشيت. فبيطلب منها كمال تديله عنوانها لو معاها، فبتكتب له الممرضة العنوان وبتحذره يقول اي شخص ان هي اللي اديته عنوان اسيا لان ده ممنوع، لكنها عارفه انه اكيد عايز يشكر اسيا عشان ساعدته وفضلت جنبه لمدة 10 سنين. وبعدها بيروح كمال لعنوان اسيا وبيكون معاه كيهان ساعتها، لكنه بيفضل مستنيه في العربية. وبينزل كمال وبيخبط الباب، وبتتصدم ساعتها اسيا لما بتشوف كمال قدامها، لكنها بترحب بيه وبتدخله البيت. ولما بيشوف كمال ايلول بنت اسيا بيعمل
بيعاملها بلطف وحنان، وبعدها بتخلي اسيا ايلول تدخل تلعب معاه في اوضتها، وبيتكلم كمان مع اسيا وبيكون عايز يعرف منها هي مخبيه عنه ايه، لانه حاسس ان في حاجه هي عارفاها ومتردده انها تقولها او خايفه تقولها، وبيعرفها انه متاكد ان رعايتها ليه لمده 10 سنين كان وراها سبب. فبتتوتر اسيا وبتتهرب من الاجابه وبتنكر انها تعرف اي شيء، لكن كمال مش بيصدقها وبيعرفها ان عمه اردوغان ذكي جدا ومستحيل يكون اختارها هي عشان ترعاه بدون سبب. فبتقول ان اردوغان بيثق فيها على المستوى المهني واكيد هو ده السبب. فبيعرض عليها كمال في الوقت ده انها ترعاه في البيت لانه وحيد ومحتاج لشخص يراعيه ومفيش شخص هيثق فيه او يكون فاهم حالته قدها. لكن اسيا ساعتها بترفض لانها شايفه ان كمال حالته الصحيه كويسه مش محتاج لاي رعايه. وفي نفس اللحظه دي بيوصل راسيه وبيرحب بكمال لانه يعرفه وكان عارف ان اسيا كانت بتراعيه. فبيقول كمال تاني على موضوع رعايته قدام راسيه وان اسيا رفضت عرضه. فبيستغرب راسيه ساعتها لانه لسه متكلم مع اسيا انها لازم ترجع للشغل، وبيقول لكمال انه هيتكلم هو واسيا وهيحاول يقنعها. ولما بيمشي كمال بيتخانق راسيه مع اسيا بسبب رفضها لعرض كمال. وبعدها بتكون اسراء عند ريحان وقاعده بتتكلم معاها وبتلاقيها عامله لكمال المربى اللي بيحبها واشترت له كمان لبس جديد، ولكنها مش عارفه تديهم له ازاي لانه مش عايز يشوفها تاني. فبتتكلم اسراء معاها وبتعرفها الكلام اللي باباها قعد يقوله ويخرف بيه. فبتتوتر ساعتها ريحان جدا وكانها خايفه انه يكون اردوغان قال حاجه معينه، وبتكون اسراء مستغربه من توتر ريحان وبتسالها اذا كانت مخبيه اي حاجه عنها. فبتقول لها ريحان انها مش مخبيه حاجه لكن عندها فضول بس تعرف باباها قال ايه. فبتحكي لها اسراء انه اتكلم عن بنت سمعت كلامه عشان تحميه ولمح بالكلام عن اسيا وقتها. ولما راحت للمستشفى اكتشفت ان اسيا سابت الشغل ومشيت بعد ما كمال فاق وخرج، محدش يعرف عنها اي حاجه ولا رقم تليفون او حتى عنوانها. فبتقلق ريحان وقتها وبتقلق اكتر لما بتعرف ان اردوغان اتكلم عنها وقال انها امه وكان لازم تعمل اللي هي عملته. وبتكون اسراء شاكه ان باباها يقصد زواج ريحان من فيديت، لكن ريحان بتقول لها ان ده مش صحيح وان باباها مريض وبيخرف وبيقول كلام مش متزن. وبعدها بتتكلم ريحان مع فيديت وبتعرفه انها خايفه من اردوغان لانه ممكن يقول السر لاي حد في اي وقت، بالرغم من انها بتتمنى ان كمال يعرف السر ده عشان يسامحها ويعرف الحقيقه. وفي الوقت ده بتروح مريم لبيت توران وساعتها واحد من رجاله فيديت اسمه تحسين بيبلغوا ان مريم دلوقتي عند توران في البيت. فبيتصل فيديت بهرام وبيطلب منه يروح له بيته عشان عايزه. وساعتها بيكون توران قاعد مع مريم وبيتكلموا وبيعرفها ان هرام وكمال اخوه ما ينفعش يتقابلوا لان لو اخوه عرف ديونه واسراره ممكن ما يسامحوش. وفجاه بيخبط الباب وبيكتشفوا ان هرام. بتستخبى مريم بسرعه وبيفتح توران الباب وبيكون توران عايز يتكلم معاه بخصوص ارض المصنع وبيعرض عليه انه يديله اوض المصنع مقابل الديون اللي عليه. فبيرفض توران العرض لان ارض المصنع بتساوي اكتر بكتير من الديون اللي عليه، ده غير ان اخوه كمال مش هيوافق بحاجه زي دي. فبيهددوا هرام في الوقت ده بكمال وده بيخلي توران يتوتر. وفي الاثناء دي بيشوف هرام لبس مريم وجزمتها وبيطلب من رجالته انهم يفتشوا البيت كله وبيلاقوا مريم مستخبيه. فبيفقد هرام اعصابه وبيكون في قمه غضبه وبيهدد توران ومريم بالمسدس. وبيقرر هرام انه ياخد مريم معاه وبيمشي. وبيتجنن ساعتها توران لانه بيكون متاكد ان هرام هيقتل مريم وبيتصل بفيديت عشان يساعده، لكن فيديت وقتها بيتجاهل اتصاله. وبتلاحظ ده ريحان ساعتها لانهم قاعدين على السفره بيتعشوا سوا. فبتقرر انها تتكلم معاه بخصوص توران وانه لازم يكون جنب اخوه كمال في وقت زي ده. فبيقولها فيديت بكل لقم انه مش مانع ده ومش هيتضايق. وفي الوقت ده بيكون كمال مع كيهان في العربيه وبيحكي له عن الحوار اللي دار بينه وبين اسيا وانها مش هتوافق تشتغل معاه حتى لو جوزها ضغط عليها لانه واضح جدا ان في سر او حاجه تعرفها ومخبياها وخايفه ان هو بالتحديد يعرفها لان كان باين وواضح عليها وهي بتتكلم معاه. وفي الاثناء دي بيحاول راسيه تاني مع اسيا انه يخليها توافق على الشغل اللي عرضوا عليها كمال لانه مش بيشتغل دلوقتي ومحتاجين للفلوس وما ينفعش ترفض عرض وفرصه زي دي. فبتتضايق اسيا جدا وقتها من راسيل انه بيضغط عليها وبيتخانق معاها وبتدخل للحمام وبتنهار وبتعيط. وفي الوقت ده بتروح ريحان لاردوغان البيت بعد ما عرفت ان اسراء ونزهات مش موجودين معاه دلوقتي عشان تتكلم معاه براحتها من غير ما حد يسمعهم. واول ما اردوغان بيشوف ريحان قدامه بيعتذر لها لانه السبب في اللي هي عانته لسه بتعانيه، لكن ريحان وقتها هي كمان بتعتذر له وبتقوله ان كمال فاق ورجع للحياه تاني لكنه فاكر انها خانته واتجوزت صاحبه وان محدش عارف الحقيقه غيره هو وفيديت ومش عارفه ازاي هتقول لكمال ان لولا فيديت ما كانش هيكون لي ابن. وبتفتكر وقتها ريحان اللي حصل زمان وقت ما كان كمال في الغيبوبه وحصل مشكله لكرم ابنهم وبقى مريض بمرض مناعي نادر وحالته كل يوم بتسوء. ساعتها اردوغان ما كانش قدامه غير حل واحد بس وهو ان يجي اخ الكرم عشان ياخدوا منه الانسجه بتاعته الكرم وينقذوه بيها. ووقتها كانت ريحان مستغربه ومش فاهمه ازاي هتحمل من كمال وهو في الغيبوبه. ففهمها اردوغان انه هيحقنها بالسائل المنوي بتاع كمال عشان تحمل منه ويقدروا ينقذوا كرم. وساعتها وافقت ريحان. كانت اسيا في نفس الوقت ده سمع كل حاجه لكن للاسف فشلت كل المحاولات وما قدرتش ريحان تحمل من كمال بالطريقه دي. وبسبب انهيارها الشديد لان خلاص كرم ابنها بيموت اتكلم فيديت معاه لوحدهم واقترح عليها انهم يتجوزوا ويخلفوا عشان ينقذوا كرم. واتصدمت ريحان وقتها من طلبه وحست انها تايهه ومش عارفه تفكر لان الموقف كان صعب جدا ومش عارفه هتنقذ
تنقذ ابنها ازاي لو ما حملتش بطفل تاني، واضطرت وقتها انها توافق عشان تحمي وتنقذ كرم من الموت. واتفق فديت مع ريحان ان لو كمال فاق ما يعرفش اللي حصل ده كله، والسر ده يدفن معاها في قبرها. ولما بتفوق ريحان من ذكرياتها بتقول لاردوغان ان السر ده لو اتكشف فديت هياخد منها بتول بنتها. فبيرد عليها اردوغان وبيقول لها انه كاتب كل حاجه في دفتر لكمال عشان يقراه ويعرف الحقيقه لما يفوق. وفجاه بتحصل لاردوغان ازمه قلبيه، فبتتصل ريحان بسرعه بكيهان عشان تبلغه ان اردوغان حصلت له ازمه قلبيه. وفي الوقت ده بيلاقي توران مريم مقتوله ومشنوقه على باب المصنع، وبيوصل فديت وقتها وبيهدي توران وبيواسيه، وبيعرفوا انه ممكن يساعده لكن بشرط انه يكون معاه في صف وبيسمع كلامه. وبيوصل الاسعاف بعدها لبيت اردوغان وبياخدوه، وبيكون الكل قلقان عليه. وبيفتكر وقتها فديت اتفاقه مع رئيس الاطباء انه يقول لاردوغان وريحان ان محاولات حمل ريحان من كمال بحقن السائل المنوي فيها كلها فشلت، عشان ما يكونش قدامها اي طريق تاني غير انها تتجوزه. وبنعرف وقتها ان كل اللي حصل ده من تخطيط فديت عشان يتجوز ريحان وياخدها من صاحب عمره. ووقتها بتكون اسي قاعده مع ايلول بنتها، وبتقول لها ايلول ساعتها ان العم كمال اللي زارهم النهارده طيب جدا ولطيف وعايزاه يجي تاني يزورهم لانها حبته جدا. فبتتوتر اسيا ساعتها وبتفتكر وقت حملها، والمفاجاه انها كانت حامل من كمال، يعني اسيا تبقى بنت كمال. وتاني يوم بتقابل ريحان اسيا وبتطلب منها تراعي كمال وما تسيبهوش لانه محتاج لحد يكون جنبه ويراعيه، وبتعرفها انها خايفه عليه عشان قاعد لوحده وممكن يتعب فجاه وما يلاقيش حد يساعده. لكن اسيا ساعتها بتتوتر وبيبان عليها انها رافضه الموضوع وخايفه. وفي الوقت ده بيكون كمال قاعد مع كرم وبيتكلم معاه، ولما بيعرف منه ان فديت منعه يتكلم معاه بيتعصب جدا، ولكنه بيتحكم في اعصابه عشان كرم ما يخافش منه تاني. وبعدها بتكون ريحان قاعده مع اسراء وبتحكي لها انها قابلت اسيا النهارده وطلبت منها تكون جنب كمال، لكنها كانت متوتره وخايفه من حاجه. فبتقولها اسراء ان تصرفات اسيا بالنسبه لها غريبه جدا واختفائها بدون مقدمات كان اغرب. فبتقولها ريحان ان ده اللي شاغلها وعايزه تعرف ايه اللي وراها وايه هو سبب خوفها واختفائها. وفي الوقت ده بيتصل ابراهيم رجل الاعمال بفديت وبيعرفوا انه لازم يديه كلمه بخصوص ارض المصنع لان خلاص ما بقاش في وقت، وشركائه كل يوم بيسالوا عن الارض والوضع بقى مش لطيف. فبيقولوا فديت انه هيجتمع بمجلس الاداره الايام اللي جايه، لكن ابراهيم بيعرفوا انه بقاله كتير بيقولوا نفس الجمله وبيهددوا انه لو ما اتصرفش بسرعه هيندم ندم شديد. وبعدها بتكون اسي قاعده مع مهر صاحبتها وبتحكي لها عن مقابله ريحان وكلامها معاها، وبتقول لها انها لو وافقت وراحت لكمال بنتها تكون معاها عشان تعتني بيها لان شكلها كده كده هتوافق بسبب ضغط كمال وريحان، ده غير روسيه وخناقه معاها كل يوم بسبب الموضوع. لكن مهري بتكون شايفه انها كده بتحرق نفسها ولازم تعترف بحبها لكمال عشان ما تظلمش نفسها اكتر من كده، وما ينفعش تكون مجرد شخص بينفذ الاوامر وبس، خصوصا انه واضح عليها جدا انها بتتمنى تكون جنب كمال ويعرف ان ايلول تبقى بنته ويعيشوا عيله سعيده مع بعض. فبتتوتر اسيا وقتها وبتنكر كل ده ولكنها مش بتصدقها. وبعدها بيكون فديت وهرام وتوران في جنازه مريم، وبيقول هرام لتوران انه ظبط موت مريم عشان يبان انها ماتت منتحره، وبيطلب وقتها ارض المصنع مقابل صمته والا هيحط تليفون مريم اللي معاه في بيته ويبلغ الشرطه، وساعتها هيكون متهم في موت مريم والطب الشرعي هيعرف انها مقتوله، ومن المحادثات اللي كانت ما بينهم هيتاكدوا انه كان على علاقه بمريم. فبيخاف توران في الوقت ده وبيضطر يوافق غصب عنه، ووقتها بيطلب فديت من توران يستناه عند العربيه. وفي اللحظه دي بنكتشف ان فديت وهرام متفقين مع بعض على توران عشان ياخدوا ارض المصنع بسهوله. وبعدها بيخرج فديت لتوران وبيعرف انه لازم يقنع كمال يتنازل ويبيع لهم ارض المصنع، وبيتصل رسيب فديت بعدها وبيعرفوا ان كمال وريحان جم لاسيا عشان يقنعوها تقعد مع كمال وتراعيه، لكن اسيا رافضه تماما. وبيتصل دلوقتي عشان يطمنوا انه هيفضل وراها لحد ما توافق عشان ما يجيبوش حد تاني مكانها وتروح الوظيفه عليها. فبيطلب منه فديت ساعتها انه يجي له الشركه وما يقولش لاي حد، وخصوصا مراته اسيا انه اتصل بيه وحكى له حاجه. ولما بيقفل فديت المكالمه مع رسيب بيطلب من السواق انه يوديه لبيت اسيا اللي راحوه قبل كده. وفي الاثناء دي بتكون توران عند قبر مامته وبيتفاجئ بكمال جاي هو كمان وبيحضنه وهو بيعيط، وبيحكي لكمال ان مامته قبل ما تموت قالت له لو كمال فاق يقول له ان لو في شيء اصعب من الموت فهو انها ما تشوفش وشه في لحظاتها الاخيره في الدنيا. فبيتاثر كمال جدا ساعتها وبيوعد توران ان كل حاجه هترجع زي زمان وارضهم والمصنع هيرجعوا لهم من تاني زي ما هيرجع ابنه لحضنه. وبعدها بيقعدوا سوا وبيحاول توران انه يقنع كمال يبيع المصنع والارض لانهم هيجيبوا فلوس كتيره دلوقتي، لكن كمال ساعتها بيرفض وبيعرف انه مستحيل يسمح لاي شخص انه ياخد منه المصنع والارض مهما حصل. ووقتها بتلاحظ ريحان ان كرم ابنها حزين جدا وحابس نفسه في اوضته، والسبب ان زميلته اليف مش بتحبه زي ما هو بيحبها ورافض حتى انه ياكل. فبتتصل ريحان بفديته وبتحكي له عن حاله كرم، فبيقول لها انه هيرجع للبيت بدري عشان يتكلم معاه، ولما بيسالها كانت فين الصبح بتكذب عليه وبتالف اي قصه، فبيتضايق لانه اتاكد انها بتتحرك من وراه. وبعدها بيروح فديت لاسيا وبيتكلم معاها بنبره تهديد عشان تبعد عن المكان اللي هم فيه كلهم وتمشي وتختفي هي وعيلتها. فبتتضايق اسيا من تهديده ليها وبتفكره انها عارفه سره، ولما بترجع اسيا لبيتها بتلاقي راسي قاعد مستنيها، فبتتخانق معاه عشان بيتدخل في حياتها وبيعمل لها مشاكل، وبتطلب منه ما تتصلش بفديت تاني. فبيعرفها انهم محتاجين لشغلها عشان يقدروا يصرفوا على بنتهم الصغيره، ده غير القرض اللي عليهم اللي مش عارفين هيسددوه ازاي ومنين. وبالليل بيتكلم فديت مع اسراء
عن ريحان عشان حاسس انها بتخطط لحاجه من وراه وانه قلقان عليها بسبب حالتها النفسيه، لكن اسراء ساعتها مش بتجاوبه على اي حاجه وبتعرفه انها مش بتتكلم مع ريحان في اي شيء وان حالتها النفسيه كويسه. فبيديها ساعتها فديت ظرف لدعوه اجتماع مجلس الاداره عشان توصله لمامتها نزهت، وبتطلب منها ما تقولش لريحان عن الاجتماع ده. ولما بترجع اسراء للبيت بتدي مامتها دعوه الاجتماع، ولما بتتكلم اسراء مع باباها بينده عليها باسم مهري، فبتتضايق نزهت وبتسيبهم وبتمشي. وبتحاول وقتها اسراء تعرف من باباها مين هي مهري لكنها مش بتفهم من كلامه اي شيء. ولما بيرجع كمال لبيته بيلاقي دعوه الاجتماع قدام باب البيت، فبيتصل كمال بتوران عشان يساله عن الاجتماع بسببه، فبيكذب توران عليه وبيعرفه انه زيه وما يعرفش اي حاجه عن الاجتماع ده. وفي نفس الوقت ده بيرجع فديت للبيت وبيتخانق مع ريحان لانه عارف انها بتكذب عليه وبيواجهها بزيارتها لاسيا، فبترد عليه ريحان بعصبيه وبتعرفه انها حره في تحركاتها وتصرفاتها ومش مجبره تعرفه اي حاجه عنها، فبيتعصب فديت ساعتها جدا. وفي الوقت ده بتروح اسيا لكمال وبتعرفه انها قبلت عرضه وهتشتغل عنده، وبيفرح كمال وقتها جدا وبيعرفها ان ليها مطلق الحريه انها تجيب بنتها معاها للشغل في اي وقت. ولما بتخرج اسيا من بيت كمال بتشوفها ريحان اللي بتكون موجوده في نفس المكان ساعتها، وبتعرف انها وافقت تراعي كمال فبتروح لها وبتشكرها وهي فرحانه. وتاني يوم الصبح بيلاقي كمال في بيته برطمانات مربى، واول ما بيفتحها وبيدوقها بيعرف انها من مصنع ريحان، فبيتضايق جدا وبيروح لبيت عمه اردوغان وبيسال اسراء عن المربى، فبتكذب عليه وبتقوله ان هي اللي عملتها ولكنه مش بيصدقها وبيسيبها وبيمشي. وساعتها بيشوف كرم قاعد لوحده حزين فبيروح يقعد معاه وبيحكي له كرم وقتها عن زميلته اللي بيحبها واللي خايف يعترف لها بحبه، فبيشجعه كمال ساعتها ان يكون عنده ثقه بنفسه وما يخافش ابدا من المواجهه. وفي الوقت ده بتكون ريحان شايفاهم مع بعض وبتحس بالفرحه ان كرم قاعد مع ابوه الحقيقي وبيتكلم معاه. وبعدها في اجتماع مجلس الاداره بيلاقي فديت نزهت داخله عليهم وعايزه تحضر الاجتماع عشان تشوفه وهو بيخسر قدام كمال كالعاده، فبيتضايق فديت ساعتها من كلامها. وبعدها بشويه بيوصل كمال وبيقول لابراهيم انه مش هيبيع او مش موافق على البيع، وبتصوت نزهت ساعتها هي كمان لانها حضرت بالنيابه عن اردوغان وبنعرف انها مش موافقه على البيع هي كمان. لكن وقتها فديت بيقول لهم ان معاه توكيل من ريحان وتوران عشان يصوت مكانهم، وبكده الاغلبيه بتكون صوتت بالموافقه على بيع الارض والمصنع، فبيتضايق ساعتها كمال. لكن في اللحظه دي بتدخل ريحان عليهم وبتعرفهم انها جايه عشان تصوت بنفسها لانها مش موافقه على بيع الارض والمصنع، فبيتصدم فديت وقتها من اللي ريحان عملته، وبكده بيكسب كمال التصويت والارض والمصنع بيتم ايقاف بيعهم. وبعد الاجتماع بيتخانق فديت مع ريحان بسبب اللي عملته وبيكون متعصب منها جدا. وبعدها بيرجع كمال لكرم وهو معاه اليف زميلته وبيشجع كرم يتكلم معاها ويقرب منها، فبيفرح كرم وقتها جدا وبيحس بالحب ناحيه كمال. ولما بيعرف فديت اللي كمال عمله مع كرم بيحس انه كده بدا يقرب من ابنه، وبيتصل بالمحامي بتاعه عشان يبدا ياخد الاجراءات اللي اتفقوا عليها بالتوكيل بتاع ريحان. ولما بيوصل كمال وكيهان للبيت بيكتشف كمال ان رجاله فديت بيفضلوا بيته وان فديت اخد البيت بالتوكيل بتاع ريحان، فبيتعصب كمال ساعتها وبياخد مسدسه وبيروح لفديت الشركه بعد ما عرف من رجالته انه قاعد فيها. وبيخلص الجزء الاول من المسلسل. الفيديو ده كتبته آلاء غازي وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه كريم طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الافلام الدراميه بصوت محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكون مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الكرتون والانمي. سلام.